اللي قدامك ده القصف الإسرائيلي لمدرسة بحر البقر. والثمن كان غالي. الثامن من أبريل عام 1970 أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم على مدرسة أطفال بحر البقر الابتدائية في منطقة الصالحية 8 ابريل 1970. والرغم إن الحادثة دي عدى عليها تقريبا 55 سنة إلا إنها هتفضل محفورة في القلب والعقل. خليني أحكي لك القصة من الأول، قهوتك الجميلة وخليك معايا على لمبة جاز. في يوم 5 يوليو سنة 1967 إسرائيل عملت ضربة عسكرية قوية على مصر، وقدرت إنها تجبر القوات المسلحة المصرية إنها تنسحب لغرب قناة السويس، وبعدها قدرت تحتل غزة وسيناء. وهنا إسرائيل كانت مفكرة نفسها إنها خلاص انتصرت في الحرب، وإنها كده قدرت تكسر شوكة الجيش المصري، لكن اتفاجأت بعدها بعدد من العمليات العسكرية من الجيش المصري في أماكن وجود الجيش الإسرائيلي، وكان الغرض منها استهداف المعسكرات الإسرائيلية، وإننا ناخد من عندهم أسرى ونرجع تاني الأراضي المصرية. والعمليات دي اتعرفت باسم حرب الاستنزاف، وإن الجيش الإسرائيلي وقتها شاف إن إزاي الشعب المصري ملفوف حوالين القادة العسكرية بتاعته، على عكس ما كانت متوقعة بعد الحرب. وهنا إسرائيل قررت إنها ترد باستهداف المنشآت المدنية والوصول للعمق المصري. يعني ببساطة كده كانوا عايزين يفرقوا ما بين الجيش والشعب. وفي يوم 8 ابريل سنة 1970 وتحديدا الساعة 9:03 الصبح، وفي لحظة غدر ما تطلعش غير من أهل الغدر، إسرائيل عملت المجزرة المعروفة باسم بحر البقر. وبحر البقر دي صديقي مدرسة ابتدائية مشتركة موجودة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. وهنا إسرائيل شنت غارة جوية بطيران أمريكي من طراز فانتوم، والطيران ده كان طاير على مستوى منخفض جدا علشان الرادارات المصرية اللي في الضفة ما تقدرش تكشفه أو تاخد بالها منه، وقدر إن هو يوصل للمدرسة ويقصفها بالقنابل والصواريخ، وده كان فيه انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية والإنسانية. ولك أن تتخيل يا صديقي مدرسة فيها 150 طفل، وللأسف الشديد يستشهد منهم 30 طفل، وناهيك عن عدد المصابين اللي وصل 36 طفل، وكان بينهم حالات خطيرة جدا، وأطفال كتير كملت حياتها بعاهات مستديمة، ده غير المدرسين والعاملين اللي كانوا في المدرسة والمبنى اللي اتدمر بالكامل. وهنا مصر طلعت قدام العالم كله وقالت إن الكيان الإسرائيلي ضرب مدرسة فيها أطفال علشان مش قادر على الضربات اللي بيشوفها في حرب الاستنزاف. وطبعا كالعادة إسرائيل طلعت بعدها كام ساعة وقالت إحنا هنحقق في الموضوع، وبعدها طلع قرار وصرحوا إن الطيران الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية. وطلع موشى ديان وزير الدفاع وقتها وقال إن المدرسة كان فيها قاعدة عسكرية، وإن المصريين حاطين الأطفال للتمويه. طيب سؤال هنا معلش لموشى ديان، يعني حضرتك سايب القواعد العسكرية اللي واضحة قدامك على الحدود وجاي تضرب مدرسة فيها أطفال؟ لا وكمان الأطفال دول للتمويه؟ تمويه إيه بس؟ ما علينا، كالعادة دايما بيداروا على جرائمهم بالكذب والتزوير، وكان الرد الفعلي العالمي ساعتها إن إحنا بندين الفعل وبنعرب عن مدى الحزن والأسى على الأطفال. ولك أن تتخيل إن مندوب إسرائيلي في الأمم المتحدة يطلع ويقول إن الأطفال اللي كانوا في المدرسة لابسين الزي الكاكي، لا وإيه بيتعلموا التدريبات العسكرية. وكالعادة ما كانش في أي رد فعل حقيقي من أي دولة ولا منطقة أو منظمة دولية تجاه اللي حصل. وبصراحة الوحيد اللي كان ليه رد فعل مشرف هو مندوب الاتحاد السوفيتي، اللي قدر يفضح الكيان لما قال إن إسرائيل أخذت حق الرد على اللي بيحصل فيها في سيناء من عمليات حرب الاستنزاف. دي ما حاربتش جيش، ده راحت تنتقم من الأطفال. بص يا صديقي، حادثة بحر البقر ما كانتش الوحيدة من نوعها، لأن قبلها وتقريبا بشهرين وتحديدا يوم 12 فبراير الطيران الإسرائيلي ضرب مصنع أبو زعبل في محافظة الشرقية. بسبب القصف ده استشهد يومها 70 عامل، ده غير الإصابات والعاهات المستديمة اللي حصلت لبقية العمال. وعايزك تعرف إن حرب الاستنزاف كانت بتكلف الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا، علشان كده هي لجأت لحليفها الودود أمريكا، وكان المخطط إنها تضرب أهداف مدنية بهدف إنها تضغط على القيادة العسكرية المصرية، لأن مصر أيامها رفضت أي اقتراح يخص أمريكا بوقف إطلاق النار، وقبول مبادرة اسمها مبادرة روجرز، وده كان وزير خارجية أمريكا في الوقت ده. ومع بداية حرب الاستنزاف بدأ يعرض مبادرة لوقف إطلاق النار ما بين مصر وإسرائيل، لكن مصر رفضت المبادرة في الوقت ده. وطلع بعدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقال مقولته الشهيرة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. كان لابد علينا أن نضع في حسابنا أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. وأيضا وسنة 1969 وتقريبا بعد سنتين من بداية حرب الاستنزاف دعا ويليام روجرز للمبادرة للمرة الثانية. وفي الوقت ده الحكومة المصرية التزمت بالصمت وما كانش لها أي رد فعل لا بالقبول ولا بالرفض. وبعد حادثة بحر بقر ومصنع أبو زعبل مصر اتهمت إسرائيل إنها ارتكبت الجرائم ديت علشان تضغط على مصر عشان تقبل المبادرة. وفي رد فعل حاسم من القوات المصرية على الحادث وفي يوم السبت 30 مايو من نفس السنة رجالة الجيش المصري جمعت معلومات ورصدت تحركات لمجموعة من الجيش الإسرائيلي.
في منطقة اسمها رقبة الوزة بين قطاع بورسعيد وقطاع الأنطرة. وبعد رصد عدد الدبابات والعربيات وأسلوب تحركها، أمر اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني في الوقت ده مجموعة من المشاة من اللواء 135 كانت مكونة من 21 فرد بقيادة الضابط شعبان حلاوة علشان يتمركزوا ويعملوا كمين في منطقة اسمها منطقة الكيلو 18 جنوب راس العش. ومجموعة تانية من رجالة الصاعقة من الكتيبة 83 مكونة من 10 مقاتلين بقيادة الملازم عبد الحميد خليفة والقائد الثاني الملازم محمد التميمي، أمرهم إنهم يعملوا كمين للعدو وإنهم يعملوا أكبر خسائر بشرية ويرجعوا معاهم بأسرى أحياء. وهنا يتفاجئ جيش الكيان ب 12 أسد من أسود الصاعقة المصرية. وبالرغم من إن المواجهة كانت غير متكافئة لا في العدد ولا في السلاح، إلا إن أسود الصاعقة المصرية قدروا يعملوا اللي ما يتعملش فيهم في صحراء سيناء. ويومها جولد مائير طلعت وقالت إن السبت ده السبت الحزين، وأمرت إن المواجهة بعدها مع مصر هتكون من الجو. وهنا حابب أقول لك إن الجيش المصري هو أول من ابتكر ونفذ الضرب من مسافة صفر. وأسود الصاعقة المصرية انتقموا هنا ل 30 طفل شهيد في مذبحة بحر البقر ب 35 من الجيش الإسرائيلي. والعملية الفدائية دي هزت تل أبيب وقتها، واتقال الجملة الشهيرة البسوا المموه أصل بيخافوا منه. وبفضل الله تمت العملية ونتج عنها خسائر بشرية كبيرة جدا في الجيش الإسرائيلي مع أسر 3 من جنوده. وفي لفتة جميلة جدا من الحكومة المصرية لتخليد ذكرى الشهداء، جمعت اللي اتبقى من الكراريس والأدوات اللي كانوا بيستعملوها طلاب المدرسة وعرضتهم في متحف موجود في مدرسة اسمها مدرسة شهداء بحر البقر في الشرقية، علشان يفضل دليل وشاهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعلشان نفتكر دايما إن هم قتلة أطفال مش دعاة سلام. وفي الآخر كنت حابب أقول ما أشبه اليوم بالأمس اللي بيحصل دلوقتي في إخواتنا في غزة من قصف للمدارس والمستشفيات والمخيمات، وبرضه نفس الشماعة بتاعت كل مرة إن دي قواعد عسكرية، لا وإن المدنيين اللي موجودين دول للتمويه، برضه وسط سكوت تام من كل المنظمات الدولية. ومهما عدت السنين ومهما حاولوا يزوروا الحقيقة، برضه الدم هيفضل شاهد. اللي حصل في بحر البقر كان جريمة زي اللي بتحصل النهاردة في غزة، نفس الوجع ونفس الصمت ونفس التبريرات الكذابة، بس اللي اتغير إن الوعي بقى أقوى وإن الصوت بقى يوصل وإن في أجيال طالعة مش هتسكت ومش هتنسى، وأنا مش هنسى وأنت كمان ما تنساش. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، إيدينا واحدة يا ستي والله إيدينا واحدة، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم، ما بسردي في قلبي والله ما بسردي، والله ما احنا متهزين. مكتوب بدمي حبك يا بلادي، مكتوب بدمي يا فلسطيني، علي جلالك يا فلسطيني، لا تنهمي راسك بالعالي